برشلونة يشعل الليغا 7 نقاط كاملة الفارق. مبابي عاد وتوقفت انتصارات ريال مدريد. برشلونة بيسقط سيميوني بالبدلة. لامين يامال مرعب. لابورتا لعبة صح جدا، ما في قروش، لكن جاب راشفورد، جاب كانسيلو من غير ما يدفع المبالغ المجنونة في السوق. شفنا راشفورد بيسجل بالقدم اليسرى، ذكرنا 2016، لكن المباراة كلها كوم ولامين يامال كوم تاني. نحن بدينا برنامج أسبوعي على اليوتيوب وجوكت حوبتكم ودعمكم. هدفنا نوصل 100,000 مشترك على اليوتيوب. حاليا عندنا 40,000. دايرين يكون في صوت سوداني في الميديا، دايرين نوصل للميديا العالمية، وإن شاء الله حنصل بدعمكم وبلايكاتكم وشيركم. أي مهاجم لاعب هجومي في العالم عنده 3 حاجات: مراوغة، الصناعة، والتسجيل. لامين يامال حس أحسن مراوغ في العالم وأحسن لاعب بيصنع في العالم، فضلت له الثالثة بس. سجل 14 هدف، لكن لو سجل الرقم 30-40 هدف حيبقى وكأننا بنشاهد كريستيانو أو ميسي مرة تانية. وكفاية شوف المراوغة دي والتمريرة دي. أكتر لاعب عامل صناعة فرص ولكن ما بيسجلوا الأهداف مهاجمين فيران توريس مع برشلونة، وبعد ده صانع 9 أهداف. والمراوغات 280 مراوغة. تخيل فينيسيوس جونيور عامل 152 ومبابي 146، يعني هم الاثنين في بعض ممكن يطلعوا لنا لامين يامال. بس سيميوني زعلان وليه حق يزعل، ده طرد. هو اوريدي عنده طرد، وجيرارد مارتن شال الكورة ضرب اللاعب. هل ممكن تشيل الكورة وبعدين تدخل اللاعب؟ لا، كان مفروض 10 ضد 10، وبعد برشلونة ممكن يفوز. لكن المشكلة لبرشلونة انه سيميوني شايلة معهم. يوم الأربع حيلعبوا السنة دي، اوريدي لعبوا، اوريدي طلعوا من كاس الملك وفي الشامبيون ليج المباراتين ورا بعض. سيميوني حيجي زعلان، وعنده ولده حيكون مكرهه في البيت، وشفنا سجل. وسيميوني عارف كيف يسجل في برشلونة. أكتر مدرب في العالم بيعرف يسجل، لأنه عارف بيقول للعيبة بتاعينه أقيفه في آخر خط مع الدفاع وارفع الكورة. سهلة جدا جدا، وعملها مرة ومرتين. بنشوفها مرة الأولى ضيعها المهاجم، المرة الثانية شارح له الطريقة أكتر. ريال مدريد واربيلوا أسوأ حاجة كانت له التوقف الدولي. رجع من التوقف الدولي ما في فالفيردي. ريال مدريد كان ماشي، كان عنده إصابات كثيرة، طريقة واضحة، تشكيلة ما في غيرها. بالنسبة لأربيلوا عارف ال11 حيلعبوا. أول ما كلهم رجعوا من الإصابات خلاص راسه ضرب، ما عارف يلعب. فالفيردي هو الوحيد الغايب، كان خدت فينيسيوس برا، خدت جود بيلينغهام برا، ما مشكلة. المشكلة الأكبر إنه اللعيبة ما لاعبين في مراكزهم. عندك جولر لاعب جناح شمال هو رقم 10، شاوميني لاعب 8 هو بالعافية 6 ارتكاز، وكافافينجا 6. كافافينجا ممكن يلعب حارس لكن ما بيلعب 6، وشفناه في الهدف الأول خلى اللاعب وسارح وراه وماشي وصلوا لحد ما سجل الهدف الأول لمايوركا. لكن دقيقة قبل لازم نرجع لمبابي. بابي هداف الدوري وهداف الأبطال، أي حاجة. شفناه سجل كيف في البرازيل في التوقف. هو قال حافظ إدرسون، عارفه بينزل في الأرض، لعبه له بيفوقه وسجل هدف. طيب ليه رومان ماله؟ حارس مايوركا الفرق الصغيرة دي ما بيهتم به، انفرد 3 مرات لكن بيشوتها بس الحارس بكل سهولة بيصدها. هل انت بتعاين لمباريات معينة عشان مبابي ياخد البالندور اللي هو عاوزها؟ ما بيجي البالندور بدون ألقاب. الدوري خلاص ضاع، فضل له الأبطال قدام بايرن ميونخ. مشكلة بالنسبة لمدريد كمان هي الدفاع. طلع كافامينجا، دخل شاوميني رقم 6 وبرضه غلط في الهدف الثاني، شفناه في الكرة العالية أخدها. وبعد كده روديجر وأنسى بعد هاوسن طلع، والظهيرين الأطراف يعني مدريد كأنه لاعب كده بدون أطراف. يعني كاريراس بدأ في القمة، حسه في الأرض. أرنولد عكساته أثناء اللعب كلها برا الملعب، يعني كأنه غيروه، كأنه ما أرنولد ليفربول، رغم أنه صنع الهدف من كرة ثابتة. تخيل أنه مهاجم مايوركا 31 سنة بيسجل. تخيل هاري كين وبايرن ميونخ. لكن الريال يبقى الريال، وفي الأبطال يبقى ريال الأبطال. السيتي بيسحق ليفربول برباعية مع الرافة. جوارديولا عاد لينتقم. السنة اللي فاتت جمهور أنفيلد غنى له You will be sacked in the morning. السنة دي هو قال لصلاح وانت طالع اخذ معاك أرن سلوت في يدك واطلعوا انتوا الاثنين سوا. لحد 1-0 ليفربول كان في المباراة، لكن المشكلة الأساسية بالنسبة لهم سهلة جدا ومعروفة. حتى أرن سلوت قالها في المؤتمر، رميات التماس. قال كنا كويسين لحد ما جاتنا رميات التماس. مشكلة غريبة جدا، لأنه ليفربول لو الناس تذكر ايام كلوب كان عنده دنماركي توماس جرونمارك، كان هو المعلمهم، وليفربول كان أحسن فريق في رميات التماس. بعد كلوب مشى
توماس كرونمارك مشى من ليفربول، وعارفين مشى وين طبعا، أكيد أرسنال. أرتيتا ملك الكرات الثابتة، وفعلا شفنا الهدف الثاني والثالث من رميات تماس. يعني ما ممكن بيرميها جيمس طوالي بتمشي لجيه وبعد 10 ثواني بتنتهي في مرمى ليفربول. والحاجة المحزنة في المباراة دي كانت نهاية محمد صلاح رسميا. صلاح شفناه كيف انفرد فرصة كبيرة جدا وضيعها. نفس الطريقة دي لو تتذكر أليسون كيف لعبها ليو وسجلها في عز سيتي، في عز جوارديولا، كان فازوا 1-0. حاجة الثانية حاول يراوغ جيه 1-على-1 ما قدر. يعني تتذكر زيلشينكو عمل له كده وكده وشطب زيلشينكو من أرسنال، ولكن ده ما بيقلل من العمله محمد صلاح. يعني تخيل شاب من الشرقية في مصر يمشي ويبقى أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي. ده بدي أمل لأي زول من السودان، من موريتانيا، من ليبيا، من مصر، إنه ممكن تنجز بالعمل والشغل الهارد لك لمحمد صلاح، وإن شاء الله بالتوفيق في مكان آخر.